علشان تخلي حد معين يفكر فيك فانت لازم تفكر فيه بمشاعر مدموجة مع أفكار لم يتطرق إليها عقلك الواعي منذ فترة. يعني إيه الكلام ده؟ نعمل لايك وتعالى نفهمها بطريقة مبسطة وجميلة. I did it my way. دلوقتي لو افترضنا ان انت الشخص ألف عايز تخلي الشخص ب يفكر فيك، فالطبيعي ان انت بتفكر فيه بالمشاعر او بالافكار الطبيعية العادية. المشاعر الخضراء دي بتعبر عن الافكار اللي بتدور في بالك 24 ساعة. والسؤال هنا، هل الافكار دي بتأثر في الشخص فبتخليه يفكر فينا؟ مش بالضرورة. ليه؟ لان الموضوع من كتر تفكار الفريكوانسز او الترددات الذهنيه اللي ليها علاقه بالافكار الطبيعيه اللي بتفكرها بشكل مستمر، السبكونشنس مايند او العقل الباطن بتاع الشخص المتلقي بيبدا يتعود على هذا النوع من الفريكوانسز، فبالتالي مش بتبقى فعال اكتر. زي موضوع الادويه، لما بناخد دواء اكتر من مره ما بيبقاش فعال قوي، لازم ناخد دواء فيه جرعه اعلى من الماده الفعاله اللي فيه. هذا النظام ينطبق على الموضوع ده بالظبط. لما تفكر فيه 24 ساعه مش بالضروره يكون هو مستقبل افكارك او عنده استجابه شعوريه تجاهها، لان هي مختزنه في عقله الباطن بشكل مستمر. تمام. لكن لما نيجي هنا بقى نعمل حاجه مثيره جدا جدا، لما نيجي نزود الموضوع اكتر، يعني مثلا ندخل بقى العامل الجديد، المشاعر. فنفترض ان هي دي المشاعر. كونك بتدخل مشاعر او بتفكر الافكار الطبيعيه العاديه دي مدموجه معاها مشاعر، ده شيء كويس. تمام. بحيث ان المشاعر بتكون لها استجابه مؤثره اكتر على السبكونشينوس مايند او العقل الباطن بتاع الشخص المتلقي التاني. تمام. لما نيجي بقى نزود الليفل اكتر هنكتشف ان في حاجه برضو مهمه جدا، وهي وجود نفس النوع من الافكار بتاعتنا اللي احنا بنفكرها 24 ساعه تجاه الشخص، بس مدموج معاها نوع جديد من الافكار. والنوع ده بيكون عباره عن افكار او ذكريات ليها علاقه بعلاقتنا مع الشخص ده، بس عقلنا الواعي ما استقبلهاش او ما تذكرهاش بقاله فتره. يعني تقعد تعصر نفسك كده وتفتكر اليوم اللي ارتبطتوا فيه، المكان اللي رحتوه يوم فلان كذا كذا كذا. اوريدي عقلك الباطن فاكر كويس، لكن انت عقلك الواعي هنا لازم هو اللي يفتكر، لان ده هيدخلنا للمرحله اللي بعدها. يعني هنا لما تفتكر مشاعر من افكار انت بقالك كتير ما فكرتش فيها، فبتحس بالمشاعر دي بيكون بالتاثير بتاعها اعلى من المشاعر اللي انت بتفكرها بشكل طبيعي. يعني عشان نبسط الموضوع، دي مشاعر عاديه انت يعني بتحسسها تجاه الشخص وانت بتعمله تخاطر، بس اللي يكون اقوى لو مشاعر انت بقالك كتير ما حسيتهاش، فبالتالي علشان تسترجعها لازم تسترجع الموقف اللي يقدر يسترجع لك المشاعر الايجابيه دي تاني. وده بقى هيدخلنا للليفل الرابع والاخير، وهو الافكار اللي هتجيلك من المشاعر اللي هتجيلك من الافكار اللي انت هتفكرها بقالك كتير ما فكرتهاش في الشخص ده. اعتقد كده ان انا بوظت الموضوع اكتر. لا اكيد الناس فهماني. تمام. يعني المرحله الاخيره دي انت بتكون هي دي اصلا اساس التخاطر، اللي هو انا دلوقتي فكرت في الشخص مش بمجرد تفكير طبيعي عادي 24%، لان هو خلاص بقى عنده مناعه منه، ومش مجرد مشاعر عاديه انا بحس بيها، لان برضو ممكن تكون مؤثره، ممكن يكون برضو في جزء منه اتعود عليها. وكمان بقى انا زودت الموضوع اكتر، بدات افتكر خط معين من الافكار انا بقالي فتره كبيره جدا ما افتكرتهاش، فده هيديني نقطه قوه بحيث انه ينتج عن كده نوع قوي جدا من المشاعر والافكار المدموج بيها بقى الاحساس الجديد اللي انا حاسه. اتمنى كده تكون الرساله وصلت. وابسط مثال على ده لما حد من صحابنا يخطر على بالنا فجاه ومفيش كام ثانيه نلاقيه بيرن. هنا لما نفسر الموضوع هنلاقيه وهو بيرن بتكون عنده نوع من الفريكوانسيز او الافكار القويه جدا اللي ليها علاقه بان هو عايز يقول لك حاجه، فبتكون دي افكار لم يتطرق اليها عقله الواعي من قبل، فبالتالي بتخلي فيه مشاعر حماسيه بتوصل لك فبتحس بيها وتستقبلها من قبل ما يكلمك. لو عجبكم المحتوى ده دوسوا لايك علشان انزل لكم منه حاجات اكتر، وانا بحبكم جدا.